مرحبا أصدقائي، كيفكن اليوم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد وموضوع جديد. إذا جاهزين خلونا نبلش. الحنين مو دائما شعور لطيف مثل ما بنحب نتخيله. أحيانا الحنين بيكون سجن وبيحبسنا بزمن ما عاد إلنا في مكان. نرجع نتذكر الماضي، ضحكة قديمة، جلسة مع ناس راحوا، شارع مشيناه زمان، شخص ترك أثر، أو حياة كنا فيها أبسط وأنقى. منقول بيننا وبين حالنا يا ريت الزمن يرجع، يا ريتني ضليت هنيك، يا ريتني ما تركت، يا ريت الظروف ما تغيرت. بس أخطر شي بالحنين إنه ما بيرجعك للماضي مثل ما كان، بيرجعك لصورة ناقصة منه. بيرجع لك الألوان وبيخبي الرماد، بيرجع الدفى وبينسى الوجع، بيرجع الذكريات وبيخبي الحقائق. الحنين مو بس تذكر، الحنين خيانة ذكية للحاضر، لأنه كل ما علق قلبك بالماضي بينطفئ شي من روحك بالحاضر. كل ما رجعت لورا تتأخر لقدام. كل ما قلت كان زمان أحلى عم تقول لحياتك اليوم أنا ما عاد بدي أعيش. المشكلة مو بالماضي، المشكلة إنه نحن أحيانا منعيش بالماضي أكثر مما نعيش اليوم. منضل نرجع لمكان ما عاد موجود، ولا ناس ما عادوا معنا، ولا حلم ما اكتمل، ومننسى رغم كل شي. الحياة ما بترجع، الحياة بتمشي. أخطر أنواع الحنين مو الحنين للأشخاص ولا للأماكن، أخطر شي الحنين لحالك القديمة. لما تقول كنت أقوى، كنت أطيب، كنت أضحك أكتر، وبتصير تحس إنك ضيعت شي منك. وهون لازم تفهم الحقيقة المرة، ما ضيعت حالك، انت تغيرت ونضجت وكبرت، والتجارب شكلتك، والألم رباك، والخسارة علمتك، واللي كنت عليه زمان ما عاد يناسب الطريق اللي لازم تكمله اليوم. الحنين مرات بيكون مثل المخدر، بيريحنا لحظات بس بسرق منا قدرتنا نعيش. منشغل أغنية قديمة، نفتح صور مضى عليها سنين، ومنرجع نفتش عن شعور كنا حسيناه، مع أنه منعرف من جوا ما عاد يرجع. لأنه ببساطة الماضي ما كان مثالي، نحن بس صرنا نجمله. الماضي كان فيه تعب، خوف، ضياع، دموع، بس ذاكرتنا بتحب تحتفظ بالأشياء الحلوة، لأنه قلب الإنسان بيكره الفراغ، فلما يوجع الحاضر بيهرب للماضي. بس سؤال، لإمتى بدنا نضل نهرب؟ لإمتى بدنا نكذب على حياتنا ونقول زمان كان أحلى؟ لا، مو زمان كان أحلى، أنت كنت أبسط. مو الناس كانت أوفى، أنت كنت أنقى. مو الدنيا تغيرت، أنت كبرت وصرت تشوف الحقيقة. بالحقيقة ما في حياة أحلى من حياة في قلب يعرف يعيش وين ما حطوه. في ناس بتعيش بالماضي فبتتجمد حياتها، وناس بتتعلم من الماضي وبتبني حياة جديدة. فنصيحتي لا تقتل ذكرياتك، بس لا تعيش جواها. تعلم تقول للماضي شكرا على اللي صار، بس مكاني مو عندك، مكاني لقدام. ذكرياتك جزء منك بس مو كلك. اللي راح كان فصل بس مو نهاية القصة. لسه في فصول كتير ناطرتك، بس لازم تسكر صفحة لحتى تقدر تكمل. الحنين شعور إنساني طبيعي، بس هو مثل النار، إذا تركته بيكبر، يا بيضوي دربك يا بحرقك. عيش الذكرى بس لا تعيش فيها، احترم الماضي بس لا تخليه يتحكم فيك. الحياة مو ورا، الحياة قدامك. حبايبي هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى ينال اعجابكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتعليقات حلوة مثلكم، وانتظروني بفيديو جديد اقوى واحلى. بحبكم.